النهاردة بنغوص في مقدمة كتاب ممكن نقول عليه مهم قوي في تكنولوجيا العصر، الذكاء الاصطناعي التوليدي. لأن التقنيات دي بصراحة خلاص ما بقتش حاجة كده للمتخصصين وبس، لا، دي دخلت في شغلنا في حياتنا وبقت قوة بتغير حاجات كتير قوي. أكيد أكيد. بس القوة دي عشان نستغلها مش كفاية نعرف إنها موجودة وخلاص، لا، الأهم فعلا إننا نعرف نتكلم معاها، نوصل لها اللي احنا عايزينه بالظبط. وهنا بقى بتيجي أهمية مهارة جديدة كده اسمها هندسة الأوامر. أو يمكن الأوقع نسميها تصميم الأوامر زي ما الكتاب بيقول. تمام، تصميم الأوامر. فعلا التسمية دي بتوضح أكتر إنها مش مجرد بنكتب أسئلة وخلاص، لا دي فيها حتة فنية وعلمية. لازم نفهم الذكاء الاصطناعي ده بيفكر إزاي، وإزاي نديله السياق والمعلومات اللي هو محتاجها عشان يطلع لنا النتيجة اللي بندور عليها. مش سؤال وجواب وخلاص، لا ده زي ما تقول كده تصميم حوار بجد مع الآلة. والكتاب اللي هنبص على مقدمته النهاردة تصميم الأوامر، تحصل على ما تريد من الذكاء الاصطناعي للدكتور نور الدين هواري. هو بصراحة بيقدم نفسه كدليل ممتاز في الحتة دي. حلو قوي. مقدمته نفسها بتلخص ليه المهارة دي بقت أساسية دلوقتي. ممتاز. طيب خلينا في الكام دقيقة الجايين دول نحاول نمسك أهم الأفكار اللي في المقدمة دي، مش بس نعرف الكتاب بيقول إيه، لأ، عايزين نفهم رؤيته إزاي ممكن نحول علاقتنا بالذكاء الاصطناعي دي من مجرد تجربة وبنجرب لشراكة بجد، شراكة مفيدة. وده لأي حد، مش لازم يكون متخصص. إيه أكتر حاجة لفتت نظرك في طريقة العرض دي؟ مم. بصراحة اللي شدني جدا هو التأكيد على إن الموضوع مش بس تقنية جديدة بنتعلمها، لا ده تغيير في طريقة التفكير نفسها. المقدمة بتوضح قوي إن النجاح مش في إننا نكتب أكواد معقدة ولا حاجة، لا الفكرة في إننا نعرف نصيغ أفكارنا بلغة طبيعية بس منظمة، ونحدد بالظبط إيه الدور اللي عايزينه من الذكاء الاصطناعي في المهمة دي. كأنك كده بتدير فريق، لازم كل واحد يبقى عارف دوره ومسؤوليته والسياق العام إيه. أغلب الوقت الفشل مش بيكون في الآلة نفسها، قد ما بيكون في إننا مش عارفين نوصل لها المطلوب بوضوح. نقطة ممتازة فعلا. ممكن الفرق كله بين نتيجة مبهرة ونتيجة أي كلام يكون بس في شوية كلمات بنظبطها في الطلب بتاعنا. بالظبط. زي ما قلتي، بدل ما أقول له اكتب لي قصة عن رائد فضاء كده وخلاص، لا، أحدد أكتر، أقول مثلا اكتب قصة قصيرة ستايل خيال علمي كلاسيكي عن رائد فضاء مصري لوحده على المريخ، اكتشف بقايا حضارة قديمة وبيواجه مشكلة أخلاقية. الفرق ده في التفاصيل بيفرق جدا في النتيجة. تماما. والمقدمة بتقول إن الكتاب نفسه متصمم عشان يمشي مع القارئ واحدة واحدة، مش بيفترض إنك عارف حاجة قبل كده. بيبدأ بالأبجديات الأساسيات خالص، إزاي تعمل أمر فعال، وبعدين يدخل في قواعد ونصائح عملية بسيطة عشان تحسن نتائجك على طول. تمام، البداية سهلة. طب وبعد الأساسيات دي؟ بعدها بيدخل في مرحلة أعمق شوية، بيتكلم عن التقنيات المتقدمة، الاستراتيجيات اللي هي أكتر تعقيدا شوية، ودي بتخلي الناس المحترفة تستفيد أقصى استفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي. وبعد كده بيركز على التطبيقات العملية بقى، أمثلة في مجالات مختلفة، زي إزاي تصيغ محتوى تسويقي يشد، أو تكتب ردود إيميلات احترافية، تلخص بحث طويل، تساعد في كتابة أكواد برمجة، أو حتى تطلع أفكار جديدة ومختلفة. هايل. مش كلام نظري وخلاص، لا، في جزء عملي وتطبيقي واضح. مظبوط. والكتاب كمان مش ناسي حتة مهمة، اللي هي الاستخدام الآمن والأخلاقي، بيتكلم عنها وكمان بيقدم مصادر زيادة للي عايز يتعمق أكتر. هو بيحاول يقدم رؤية متكاملة، مش مجرد دليل استخدام. والحاجة الحلوة كمان اللي عجبتني في كلام المقدمة، إن الكتاب ده مش معمول لفئة معينة وبس، لا، واضح إنه بيكلم ناس كتير قوي، أيوة. من أول المبتدئ خالص اللي لسه بيقول يا هادي، للمستخدم العادي اللي عايز يظبط شغله اليومي، للمبدعين والمحترفين اللي عايزين يدخلوا الذكاء الاصطناعي في شغلهم، حتى المطورين والمهتمين بالتفاصيل التقنية الأعمق. كل واحد ممكن يلاقي فيه اللي يدور عليه. وفي نقطة تانية بصراحة جوهرية قوي بتميز الكتاب ده، والمقدمة بتركز عليها قوي. الكتاب ده مش لوحده، مش تجربة قراءة وخلاص. إزاي لا، ده جزء من زي ما تقولي منظومة تعليمية أكبر. مع الكتاب في ورشة عمل مجانية تماما، متصورة فيديو وموجودة على منصة اسمها GPT-4 AR Academy. الله، دي إضافة ممتازة فعلا، ورشة عمل بالفيديو. أيوة. والورشة دي بتقدم شروحات عملية بتوضح أكتر المفاهيم اللي في الكتاب. والأهم كمان إن الورشة دي بتتحدث باستمرار،
وده مهم جدا جدا، لأن المجال ده بيتغير بسرعة رهيبة. أكيد ده حقيقي. في الورشة بتضمن إن الواحد يفضل متابع آخر التطورات والتقنيات. ده غير كمان إن لما الواحد يخلص الورشة بياخد شهادة وبيقدر ينضم لمجتمع GPT-4AR عشان يفضل يتعلم ويتبادل خبرات مع ناس تانية مهتمة. يعني نقدر نقول إن الكتاب مع الورشة دول باكيج تعليمي متكامل، هدفهم في الآخر زي ما العنوان الفرعي للكتاب بيقول مساعدة المستخدم إنه فعلا يحصل على ما يريد من الذكاء الاصطناعي. مش مجرد يقرأ معلومات، لأ، يبني مهارة حقيقية ويستخدمها. فكرة ممتازة، وبصراحة بتقدم قيمة كبيرة قوي تتجاوز فكرة الكتاب لوحده. وده بيخلينا نفكر في نقطة أخيرة كده، يعني ممكن نسيبها مفتوحة للتأمل. اتفضل. المقدمة بتقول إن تعلم تصميم الأوامر ده مش مجرد إننا بنضيف مهارة تقنية للسي في بتاعنا وخلاص. لا، ده أقرب لاستثمار في مهارات المستقبل الأساسية. السؤال بقى اللي الواحد ممكن يفكر فيه، لو بدأنا نبص لعلاقتنا بالذكاء الاصطناعي دي على إنها شراكة استراتيجية بجد، مش مجرد بنستخدم أداة، تفتكري إزاي ده ممكن يغير طريقة تفكيرنا، طريقة حلنا للمشاكل، أو حتى تحققنا لأهدافنا وطموحاتنا؟ يعني إيه الإمكانيات الجديدة اللي ممكن تتفتح لو غيرنا بس نظرتنا دي؟ سؤال للنقاش.